السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هوريكم طريقه عمل اللفت، تخليل اللفت والجزر. طبعا تجهيزات رمضان او اهم حاجه احنا بنحبها جدا جدا في الاكل وبنبقى مقبلين عليها كلنا وبتبقى ماليه الشوارع في رمضان وروايح رمضان، هي المخلل. فاحنا عايزين نعمله في البيت، تبقى حاجه جميله جدا يا جماعه ونظيفه واحلى بكتير من بره. انا جبت الليفت، طبعا انا كنت جايباه في الوقت ده، كانت الرابطه كانت بجنيه. الكميه اللي انا جايباها دي كانت ب5 جنيه. هي دلوقتي اعتقد ب3.5 كيلو او ب4 الليفت، فهو برضه رخيص جدا، ارخص بكتير من بره. فاحنا انا جبته قطعته. انا كان عندي المقطعه اللي انتوا شايفينها دي اصلا قشاره بطاطس. بيبقى فيها الجزء المشرشر ده، جميلة قوي وعملية، بعمل بيها برضو البطاطس، بيحبوها قوي الأولاد. وبعمل بيها المخلل كده، عملت بيها اللفت والجزر زي ما انتوا شايفين. جميلة جدا، بتدي شكل جميل. وطبعا اللي مش عنده المقشرة دي خلاص مش لازم، بيقطعها صوابع بس تخينة شوية عشان يستحمل التخليل ويطلع المخلل يبقى طالع مقرمش كده وجميل. أول حاجة احنا بنعملها بنغلي مية وبنسيبها تبرد، حلة كبيرة كده بنغليها مية وبنسيبها تبرد. واحنا لازم نبقى عارفين ان من اساسيات المخلل ان لتر المية بيتحط عليه 3 معالق كبار ملح، ربع كوباية خل، ومعلقة كبيرة سكر. ده اساسي يا جماعة في اي مخلل. نيجي بقى دلوقتي، انا طبعا زي ما انتوا شايفين انا قطعت اللفت والجزر كده شوية صوابع وشوية قطعتها بالمشرشرة دي كده. احنا اهم حاجة يا جماعة نبقى آه، اهم حاجة نسيب المية تبرد وبعدين نبدأ نشتغل بيها. انا كان عندي تتبيلة بتنجان، اللي هو الفلفل المفروم على حبة توم على ليمون على خل. التتبيلة اللي احنا بنحط عليها البتنجان كده بعد ما نقليه البتنجان المخلل. انا كان عندي صراحة بحب قوي ان انا انكه المية بتاعت المخلل كده بشوية تحابيش من عندي، فحطيت معلقة من التتبيلة دي على المية، وحطيت على المية كمان ورقتين لوري، وحطيت واحدتين حبهان. اللي عنده كمان قرنفل ممكن يحط. الحاجات دي بتدي نكهة جميلة جدا للمخلل، وبتبقى كمان زي مادة حافظة كده للمخلل، خصوصا اللوري. انا حطيت من المعلقة دي زي ما انتوا شايفين، وحطيت طبعا بنجرايه كبيرة قشرتها وقطعتها 4 تربع وحطيتها. احنا طبعا ما بنكترش في البنجر قوي عشان ما يغمقش لون المخلل، هو يدوب بيبقى لونه بامبا كده. اللي انتوا شايفينها دي التتبيله اللي انا بقول لكم عليها، واللوري والحبهان فرقتهم كده في ايدي عشان يدوا طعم وحطيتهم. وحطيت طبعا الخله وزي ما انتم شايفين والسكر والملح، وقلبت بقى الميه كلها مع بعضها كده كويس قوي. وبعدين جبت البطرمان اللي عندي، ما كانش عندي غير البطرمان الكبير ده فاستخدمته، حطيت فيه المخلل كله الاول، وبعدين بدأت احط الميه. وطبعا احنا واحنا بنحط البنجر بنوزعه كده من تحت لفوق ما بين طبقات المخلل عشان كله ياخد لون واحد. زي ما انتوا شايفين كده الميه بعد ما قلبتها لونها اصلا لوحده جميل جدا. حطيتها بقى طبعا لازم ان الميه تكون مغطيه المخلل. هو معروف ان اللفت بيبقى عايم شويه على الوش غير الجزر بيسقط لتحت شويه. فخلاص احنا بنحط الميه كده. اهم حاجه يا جماعه نغطي البطرمان كويس جدا عشان يبقى الغطا محكم. بنحط طبقه كيس كده بلاستيك زي ما انا حاطه كده، وبنفتح عليه بعد 5 ايام بيبقى بالطريقه دي بالجمال ده.